الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. تعلمون أن السنة النبوية جزء من الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن السنة جزء من الوحي اعتقاد أهل السنة، خلافا لأهل البدع ممن ينكرون السنة أو يؤخرون رتبة السنة فلا يجعلونها من مصادر الاستدلال. وبدعة القرآنيين من البدع المنتشرة في زماننا. أبلغ وأعظم رد على هؤلاء القرآنيين هو الاقتراب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تجد الأخ ملتزم من 20 سنة 30 سنة ولم يتم قراءة صحيح البخاري قراءة، مع ان احنا بنقول ان احنا سلفيين وبنقول ان المنهج السلفي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مش كده؟ أنا ازاي هوصل لفهم سلف الأمة من غير ما أقترب من السنة أصلا؟ البخاري كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصافي. لما ابقى عمر التزامي 10 سنين 15 سنة 20 سنة ولم أتم البخاري قراءة، فده تقصير كبير جدا في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من بركة هذه المجالس أنك تستطيع أن تختم الكتاب مثلا في سنة، تكون قد ختمت كتاب من كتب السنة فيه آلاف الأحاديث. غيرك ربما يظل كما ذكرنا عشرات السنين لم يقرأ هذا الكم من الأحاديث ولم تعرض عليه كثير من الأحاديث. يسمع الحديث فيجد الحديث ربما يكون مصادم لبعض الاعتقادات التي يعتقدها الفقهية أو حتى الاعتقادية، ولا يعرف للحديث توجيه، وتلقى الشبهات من هذه الزاوية. أغلب من تلقى الشبهات في قلوبهم من جهة الأحاديث أنه يسمع الحديث لأول مرة. واقع نفسيا، واقع الشبهة حين تسمع الشبهة لأول مرة في صورة شبهة وفي صورة طعن يختلف عن واقع الشبهة حين تسمعها في صورة مدارسة. الشبهة حين تسمعها في صورة شبهة تستقر في القلوب والشيطان بينفذ من خلال هذه الشبهة، لكن حينما تسمع الحديث وتسمع الغريب الذي فيه وترجع لكتب أهل العلم تنظر في غريب هذا الحديث وتعرف توجيه الحديث وتوجيه أهل العلم للحديث، الأمر تجد أن الأمر سهل يسير جدا، مع أنها شبهة ضل بسببها أقوام كثيرون. من الفوائد العظيمة، وهذا الذي أريد أن أنبه عليه وأكد عليه، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنسمع أحاديث كثيرة كل رواية فيها في السند في آخر السند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه من بركة هذه المجالس. لم يتم التدوين الفعلي للسنة إلا في منتصف القرن الثاني الهجري، في منتصف القرن الثاني الهجري، بسبب وجود حركات زي حركات الوضع في الحديث، حركات الشعوبية اللي هو التعصب للأجناس. دخل الفرس ودخل الروم والعرب، فكان في فترة من الفترات حصل ظاهرة اسمها ظاهرة الشعوبية، إن كل شعب بيتعصب لجنسه، وهذه الحركة كانت من أكبر أسباب الوضع في الحديث. فكانت كل طائفة تضع أحاديث لإظهار فضائل طائفتها وأحاديث للطعن في الطائفة الأخرى. فهيأ الله تبارك وتعالى للسنة علماء جهابذ كبار بدأوا يدونون هذه السنة حفظا لهذه السنة. وكان أول من بدأ في تدوين السنة الربيع ابن صبيح رحمه الله تعالى، وتابعه سعيد بن أبي عروبة، ثم جاء دور الإمام مالك، وكان هو التدوين الفعلي الحقيقي الأول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدون هذا الموطأ. بداية تدوين الموطأ كان بأمر من أبي جعفر المنصور للإمام مالك رحمه الله تعالى أن يكتب له كتابا يجمع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نية المنصور أن يحمل الناس على ما في هذا الكتاب من آراء. فجمع مالك رحمه الله الموطأ، لكنه نهى المنصور أن يحمل الناس عليه، قال لا تحمل الناس على رأي رجل واحد يصيب ويخطئ، وقد حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنته وتفرقوا بها في الأمصار، واستقر كل قوم على عمل، فأقر كل أهل محلة على ما هم عليه. وده كان من فقه الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك هنا بيأصل لنا أصل عظيم جدا، القضاء على الأحلام الوردية الغير واقعية اللي بتطرأ لكل مسلم محب للدين في بدايات التزامه، اللي هو ليه العلماء كلهم ما يجتمعوش على رأي واحد؟ ليه يبقى عندنا اختلافات فقهية؟ ليه ما نلمش المشايخ دول كلهم يبقى ليهم؟ هذا القول ضد السنن الكونية التي فطر الله عز وجل عليها الناس، بل هذا الاختلاف الكائن في الأمة من مميزات هذه الأمة. هذا دليل على حيوية الأمة وشباب الأمة المتجدد، أن يكون في اجتهاد. لكن الآراء لو كانت موضوعة واحدة لا سبيل للاجتهاد من أهل العلم، الأمة لن تواكب المسائل الحادثة.
فالاجتهاد هذا من الأمور التي تمدح بها الأمة، والاجتهاد لابد أن ينشأ عنه خلاف. لذلك مالك رحمه الله تعالى نهى المنصور أن يحمل الناس على ما في الموطأ. الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93 هجريا وتوفي سنة 179 هجريا. ولد سنة 93 وتوفي سنة 179. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين مواليد ووفيات العلماء الكبار. الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كلهم كانت مواليدهم ووفاتهم داخل القرون الثلاثة الخيرية. كان من أول المصنفين في النصف الأول من القرن الثاني الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، فجمع كتابه الموطأ، وقد تحرى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين من بعدهم. وكانت المدينة يومئذ أكثر البلاد الإسلامية حظا بوجود العلماء والحفاظ فيها، وقد ورثت ذلك عن كبار الصحابة الحجازيين وعلماء المدينة السبعة. علماء المدينة السبعة ده مصطلح بيذكر في علم الحديث ويذكر كذلك في علم الفقه، يسمون الفقهاء السبعة. هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هم أغلبهم أحفاد صحابة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. دول كانوا الفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالفقهاء السبعة. فلما تسمع كلمة الفقهاء السبعة أو علماء المدينة السبعة فالمقصود بهم هؤلاء. جمعوهم في بيت شعر: إذا قيل في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اختلفوا هل هو من السبعة ولا كان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ثلاثة دول مختلف فيهم. بعض العلماء لما يذكر الفقهاء السبعة يشيل عبد الرحمن ويحط مكانه سالم بن عبد الله بن عمر، أو يحط أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فأيا كان الستة الأولانيين دول متفق عليهم، وهذا هو المختلف فيه في الفقهاء السبعة. الإمام مالك رحمه الله جمع العلم، وكان من الآئمة الذين جمع منهم العلم هؤلاء الفقهاء السبعة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. وكما ترون هؤلاء إما أبناء صحابة وإما أحفاد صحابة. وهنا في لمحة الإشارة إلى التربية. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما انشغلوا بالعبادة في أنفسهم وفقط، وما انشغلوا بالعلم في أنفسهم وبالجهاد في سبيل الله في أنفسهم، وإنما ورثوا ذلك للأجيال المقبلة، لأن توريث الأجيال المقبلة أمانة على كل جيل أن يورث العلم للجيل الذي يليه. وأولى الناس بالاهتمام بهم الأبناء. يعني لا يصح أن ينشغل العبد بالعبادة وبطلب العلم في نفسه ويهمل أبنائه. هنا هو بيقصر تقصير عظيم جدا. ان الابناء لابد من توجيههم لطلب العلم. انت مسؤول امام الله عز وجل عن هؤلاء الابناء، ولا يجوز لاحد ان ييأس من ابنائه حتى لو كان ابنه لا يستجيب في المرة الأولى أو الثانية أو العاشرة أو الألف، سيظل على الوالد أن يوجه ولده. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الأجيال اللي بعدهم، الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، لما تقرأ في رواة الأحاديث وتقرأ في العلماء سير العلماء الذين أوصلوا لنا الدين، تلاقي نسبهم متصل للصحابة الفقهاء السبعة الذين اشتهر علمهم في الآفاق. ومسألة شهرة هؤلاء في الآفاق في ذلك الوقت مسألة تدل على رسوخ أقدامهم في العلم، وتدل على اجتهادهم في تبليغ دين الله تبارك وتعالى. ان الشهرة زمان ما كانتش بكاميرا وموبايل وفيسبوك، لا، ده كان الموضوع العالم يضرب له أكباد الإبل، بس بعد ايه؟ بعد ما ينضج نضج حقيقي في العلم ويعرف رسوخه في هذا العلم، كما حصل مع مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك اسمه أبو عبد الله مالك بن أنس ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح الأصبحي المدني. وأمه قيل اسمها العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأسدية، وقيل اسمها طليحة مولاة عبيد الله ابن معمر كما ذكره القاضي عياض. وجده أبو مالك وهو أبو عامر صحابي شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا بدرا، يعني جده حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات إلا بدر. ولد الإمام مالك بالمدينة سنة 93، فورث مالك علم هؤلاء العلماء، ونشأ مجدا في التحصيل والرواية، وأخذ العلم عن نحو عن 100 شيخ انتقاهم وارتضاهم حتى نبل قدره وفاق أهل زمانه، وضربت إليه أكباد الإبل، وقصده الناس لأخذ العلم عنه من كل مصر من الأمصار.
ورث مالك علم هؤلاء. ليه؟ علشان الجملة اللي بعدها ونشأ مجدا في التحصيل والرواية. كل بداية تدل على النهاية، فإن كانت بدايته محرقة فنهايته مشرقة. ما ينفعش الإنسان يزرع شوك وينتظر أنه يطرح له عنب، والثمار التي ستجنيها مما زرعته. فإن كنت مجدا ستنال، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر مجتهد أبدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. روى مالك عن نافع مولى ابن عمر وورث علمه، وده إسناد الذهب كما ذكرنا قبل ذلك. مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. الإسنادين دول خصوصا هي أسانيد الذهب، أعلى أسانيد في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي لك حديث كده في آخر السند بتاعه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أعلى درجات الصحة. البخاري ومسلم الأحاديث بتاعتهم اللي فيها هذا الإسناد هذه أعلى أسانيد في البخاري وفي مسلم. يقول انتصب للإفتاء والرواية نحو من 70 سنة رحمه الله، وروى عنه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان والشام ومصر وإفريقيا والأندلس. وممن روى عنه من شيوخه وأقرانه محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وهؤلاء من أشياخه. وده لا يكون إلا ممن نبل في الفن ونبل في الرواية وصارت له مكانة عظيمة، فيتواضع له أشياخه ويتحملون عنه الرواية ويروون عنه. هذا دليل على مكانة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وروى عنه من أقرانه سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. قد تأول التابعون وأتباع التابعين في الإمام مالك بأنه العالم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، خرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وضعفه، إلا أن الحاكم في المستدرك على الصحيحين روى هذا الحديث وقال هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. بيقول بقى أن التابعين كانوا بيتأولوا هذا الحديث على الإمام مالك رحمه الله، وهذه منقبة عظيمة جدا. يجلس مالك للفتيا ورواية الحديث حتى شهد له 70 شيخا من كبار علماء الحجاز بأنه أهل لذلك. وهنا مسألة مهمة جدا، اللي هي مسألة عمن يؤخذ العلم. مش كل من نصب نفسه للتدريس والفتية خصوصا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤخذ عنه العلم. لابد أن ينظر في الرجل ما عنده من علم ويعرض ما عنده من علم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة من شيوخه، مهم أن يكون الإنسان شيوخ، لكن الأهم من أن يكون له شيوخ أن يكون ما يقوله موافقا للكتاب والسنة. من الذي يحكم على ما يقوله؟ العلماء. فإذا قال العلماء أن هذا الشخص كلامه مخالف للكتاب والسنة، حتى ولو كان تعلم على من تعلم، بعضهم يقول لك تعلمت على يد الشيخ العثيمين 20 سنة 30 سنة 50 سنة، ما أغناك ذلك؟ ما في ناس العمال بتوع الحرم حضروا منهم من حضر الشيخ العثيمين عمره كله، هل صار بذلك عالما؟ لا، العبرة مش بالحضور ولا ان انت تجلس مجلس العلم ولا تقول انا حضرت للشيخ العثيمين. العبرة هل حررت المسائل ام لم تحرر المسائل؟ كم من طالب علم يجلس في مجلس العلم ويخرج من مجلس العلم ولم يحرر المسألة، فلا يحتج بأن شيخه فلان حضرت للشيخ محمد إسماعيل كتاب كذا وكتاب كذا، أيوه ما حررت من المسائل خلف الشيخ. طالبان يذهبان ويأتيان معا وأحدهما يتقن والآخر لا يتقن، فمجرد الحضور ومجرد التتلمذ على الشيخ ليس حجة على الناس، إنما الحجة في ضبط المسائل وموافقة المسائل لكلام أهل العلم. لما يتكلم إنسان ويأتي على مسألة فيها إجماع من السابقين ثم هو يعمل الرأي فيها ويجتهد، هذا الإنسان كبر عليه 4 قبل ما يتكلم. لابد أن يعلم مسائل الاجتهاد ومسائل الإجماع. هلا يجتهد في مسألة أجمع الرأي فيها عند السابقين، فهذه من المسائل المهمة. لذلك يقول لم يجلس مالك للفتية ورواية الحديث حتى شهد له 70، وهذا كان عرف في القديم. الآن ما زال هذا بفضل الله تبارك وتعالى، لكن ليس بالصورة التي يريدها من ينصبون أنفسهم علماء جرح وتعديل في زماننا. مالك قبل أن يجلس للفتية يجيزه 70 من علماء المدينة يقولون مالك يصلح أن يفتي الناس. كان مالك لا يروي إلا عن الثقات، اجتهد مالك أن يجمع القوي في هذا الموطأ. توفي مالك رحمه الله تعالى سنة 79 و100. قال النووي وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عباس وهو يومئذ وال على المدينة، وحضر جنازته ماشيا ودفن بالبقيع وقبره بباب البقيع. قال النووي وقال عند وفاته لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني هذه كانت آخر كلماته رحمه الله تعالى. جمع الإمام مالك كتابه في نحو من 40 سنة، يعني ظل يجمع في الموطأ هذا 40 سنة. وقيل أنه لما ألفه كتب فيه 10,000 حديث،
وما زال يراجعه كل سنة فيسقط منه ما يسقط حتى صار الكتاب إلى ما نرى. مختلف روايات الحديث، بعض الروايات 700 حديث وبعض الروايات تتجاوز 3000 حديث. النسخة دي المحققة أثبتوا فيها زهاء 1000 حديث، رواية محمد بن الحسن الشيباني، لكن بداية تأليف الموطأ كان أثبت فيه 10,000 حديث. قد أخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما، ما أقل ما تفقهون. 40 سنة يجمع ويعرض عليهم الكتاب في مجالس الحديث. يعني المجالس هذه كانت مسمى مجالس التحديث في علم الحديث، ومجالس الأمالي في غيرها من الفنون، في اللغة العربية والأدب وغير ذلك. الأمالي يعني يجلس الأديب أو الشاعر فيملي التلاميذ أو الطلاب. المحدث يجلس فيملي على الناس ما ألفه سواء من كتابه أو من حفظه. الإمام مالك عرض الموطأ في 40 مجلسا. سمى الإمام مالك كتابه الموطأ، ومعنى كلمة الموطأ أي الممهد والمنقح. طريق موطأ طريق ممهدة، فكأنه ممهد سهل تناوله يوصل للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في محاولات لتأليف الكتب قبل مالك كما ذكرنا، لكنها لم تقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الموطأ قبل مالك لكنه كان كتاب فيه أقوال العالم ولم يكن فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع مالك ولما رأى الكتاب قال: ما أحسن ما كتب، ولو كنت أنا لأثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم آثار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثم قلت فيه الكلام، يعني أثبت. وهذا ما فعله مالك في الموطأ، أنه يذكر الحديث، وإذا كان في المسألة قول للصحابة يذكره ثم يذكر قوله هو إن كان له اجتهاد في المسألة. لذلك كان الموطأ خصيصته أنه فيه إثبات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، يقصد الموطأ. هذا الكلام كان قبل تأليف الصحيحين، كان قبل تأليف الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. لكن الموطأ هو من كتب المسانيد، هو من الكتب 9 الدواوين الإسلام الكبرى، فله مكانة عظيمة جدا. وجرت عادة المحدثين بقراءة الموطأ قبل البخاري وقبل مسلم رعاية، لأنه أول ما ألف من الكتب المسانيد. قال شيخ الإسلام ابن حجر: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي اشترطه غيره. يعني هل كل ما في الموطأ صحيح؟ لا، ليس كل ما في الموطأ صحيح، فيه الصحيح وفيه الضعيف. الموطأ فيه بلاغات كثيرة، والبلاغات هو أن يقول للراوي: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، من غير أن يذكر إسناد. والبلاغ هذا منقطع، والمنقطع من أصناف الضعيف إلا إذا وصل. في الموطأ بلاغات كثير. اجتهد العلماء وخاصة علماء المالكية بعد مالك رحمه الله تعالى في أن يصلوا هذه البلاغات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. وأكثر من وصل البلاغات ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ابن عبد البر في كتاب التمهيد وصل أغلب بلاغات مالك بالأسانيد المتصلة، لكن لم يستوعبها كلها، وإنما بقي عدة بلاغات لم يجد لها أسانيد. وكما يقول الألباني رحمه الله: ولن يجد لها أحد أسانيد. الشيخ الألباني يقول: هذه لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه ضعيفة، وإذا كان المجتهدون القدامى بحثوا لها عن أسانيد فلم يجدوها، فلن يجد المتأخرون لها أسانيد، فهي تدرج في باب الضعيف. فليس كل ما في الموطأ من الأحاديث صحيح، كما ذكرنا ذلك في كتاب الشمائل. الموطأ له نسخ كثيرة. قال القاضي عياض: والذي اشتهر من نسخ الموطأ عنه مما رويته أو رويته، الاثنين صحيحتين. مما رويته يعني مما حدث به الناس، تحمله وحمل به، أو مما رويته يعني حدثني به مشايخي. فما ثبت عنده يقول: أو وقفت عليه، أو كان في رواية شيوخنا، أو نقل عن أصحاب اختلاف الموطئات نحو من 20 نسخة، وذكر بعض الفضلاء أنها 30. طبعا ذكر النسخ الكثيرة للكتاب دليل على أهمية الكتاب. الكتاب إذا كان مهما في بابه يخدم خدمة كثيرة. يعني صحيح البخاري لأنه مهم جدا تجد عليه كم من الشروح، في كم شرح للبخاري؟ الناس لا يعرفون إلا شرح ابن حجر. هناك ما هو قد يكون أكثر جودة من شرح ابن حجر، وهو شرح بدر الدين العيني للبخاري، وهو من أنفس الكتب على البخاري. البخاري لأجل جلالة قدره خدم من كل اتجاه. رجال البخاري فيها كتب مصنفة فقط في رجال البخاري، أسانيد البخاري، معلقات البخاري، مؤلفات خاصة بمعلقات البخاري فقط، وهكذا.
لجلالة قدر الكتاب، كذلك الموطأ لجلالة قدره كثرت نسخه، وكثرة النسخ ناشئة عن كثرة التلاميذ، من سمع الموطأ راح يرويه وينشره في الآفاق، فكثرت نسخ الموطأ، موطأ مالك رحمه الله تعالى. يقول: وأشهر هذه النسخ النسخة المشهورة، ويراد بها الموطأ على الإطلاق، يعني لما يقال الموطأ مطلقا يقصد بها رواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. قال: وهي نسخة يحيى بن كثير المصمودي، ينسب إلى قبيلة من البربر الليثي الأندلسي، من بلاد الأندلس. وبلاد الأندلس علماؤها يرمز لهم في الكتب الإسلامية بعلماء الغرب. لما يقولون علماء الغرب ما يقصدون علماء أمريكا وأوروبا، إنما يقصدون بهم علماء المغرب العربي والأندلس، في مقابلة علماء الشرق. يعني ما يذكر ابن حزم يقول من علماء الغرب إنه أندلسي، القرطبي أندلسي، وهكذا. فيحيى بن يحيى المصمودي رحمه الله الليثي كان أندلسي. وهذه المناسبة انتشر الإمام أكبر انتشار لمذهب الإمام مالك في بلاد المغرب العربي، بلاد المغرب العربي، وكان لهذا سبب. في عهد الإمام الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي كان له مذهب مساوي لمذاهب أئمة الأربعة، بل كان يفوقهم. كانت الدولة لما كانت عاصمتها دمشق، والإمام الأوزاعي كان في دمشق في الشام، كان مذهب الدولة الرسمي هو مذهب الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي فحل كبير من فحول العلماء. ولما حصلت الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب، كان للإمام الأوزاعي رحمه الله رأي في تقسيم الغنائم بالتفرقة بين العرب وبين غير العرب. فكان يرى أن العرب يأخذوا من الغنائم أكثر من غيرهم من الأجناس، والمغرب العربي جنسهم بربري، فكان يرون أن هذا المذهب يهضم حقوقهم، على عكس مذهب الإمام مالك الذي كان يساوي العرب بغيرهم. كانت بداية انتشار المذهب المالكي في بلاد المغرب بسبب هذه المسألة ومسائل أخرى، لكن هذه المسألة كانت من أهم المسائل التي أدت إلى انتشار، وما زال إلى يوم الناس هذا بلاد المغرب العربي المذهب الرسمي عندهم والمذهب المالكي. تونس، الجزائر، المغرب، وما تحتهم من بلاد موريتانيا وغيرها من البلاد، المذهب المالكي هو المذهب الأساس عندهم. طبعا الأندلس بينها وبين المغرب البحر، أضيق منطقة عبور للمجاهدين طارق بن زياد وموسى بن نصير والسمح بن مالك كان من جهة المغرب العربي، فالأندلس كانت ملحقة بالمغرب. يقول: ويحيى قد أخذ الموطأ أولا من زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون، وزياد هو أول من أدخل مذهب مالك في الأندلس. وارتحل يحيى إلى المدينة فسمع الموطأ من مالك بلا واسطة. الاجتهاد هذا جاء من أقصى الغرب، من أقصى البلاد، ليسمع الموطأ من الإمام مالك رحمه الله، طالبا علو السند، مع أنه هو تحمل الموطأ عن شبطون إلا أنه طلب علو السند فذهب ليسمع الموطأ من مالك رحمه الله. قال: النسخة الثانية نسخة ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب الفهري، ونسخة ابن القاسم، ونسخة معن بن عيسى بن دينار، ونسخة القعنبي، ونسخة التنيسي، ونسخة يحيى بن عبد الله بن بكير، ونسخة سعيد بن عفير، ونسخة أبي مصعب الزهري، ونسخة مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري المدني، ونسخة محمد بن المبارك بن يعلى القرشي، ونسخة سليمان بن برد، ونسخة أبي حذافة السهمي، ونسخة سويد بن سعيد بن سهل، ونسخة يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي. وللموطأ روايات أخرى لم تشتهر، ومنها نسخة عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هذا يذكركم بشيء الذي ألف بسبب كتاب الرسالة. كتاب الرسالة الذي ألفه الإمام الشافعي، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه، كان سبب تأليفه هذا الشيخ العظيم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. قال: ونسخة محمد بن الحسن الشيباني، وهي نسختنا التي سنقرأ منها. هذه النسخة لها ميزة عظيمة جدا. ما هي هذه الميزة؟ ميزة نسخة محمد بن الحسن الشيباني أن محمد بن الحسن الشيباني حنفي المذهب، هو صاحب أبي حنيفة المشهور. الإمام محمد بن الحسن الشيباني الإمام الكبير العلم الفحل القاضي، كان قاضيا في الدولة، وهو صاحب أبو حنيفة. أبو حنيفة له صاحبان، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. فحين يروي صاحب أبي حنيفة عن الإمام مالك، هذا يعطيك مزيج رائع بين مذهبين عظيمين من مذاهب الإسلام. وسنرى من الروعة في الكتاب، في رواية الكتاب، أن بعض المسائل يذكر فيها محمد بن الحسن أن قول مالك هذا مخالف لقول أبي حنيفة، ولكن قول مالك هو الأصوب، ويسير مع قول مالك، ليعلم الناس أن السلطان للدليل الشرعي وليس لأحد. يرد على أصحاب المذاهب الذين يغالون في اتباع المذاهب. الموطأ له شراح كثيرون وله شروح كثيرة. ممن شرحوا الموطأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد، وأبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي، وابن عبد البر أبو عمرو، وأبو الوليد الباجي، وأبو بكر ابن العربي. تذكرون ابن العربي؟ أبو بكر هذا غير ابن عربي،
ابن عربي صاحب الحلول والاتحاد هو وحدة الوجود بغير الألف واللام نكرة. أما ابن العربي رحمه الله تعالى فهو إمام من أئمة المذهب المالكي، صاحب كتاب إيه؟ أشهر كتاب لي في الدعوة، كتاب العواصم من القواصم. لا بد لكل سلفي أن يقرأ هذا الكتاب لتحقيق العقيدة في الصحابة. هذا الكتاب يعنى بالفتن التي كانت بين الصحابة، ويذكر كيفية الخروج من العواصم، ما الذي يعصمني من القواسم، من هذه الفتنة القاصمة للظهر. وبدأ بقاصمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما كان في الطريق. هو كتاب مجلد واحد لكن فيه فائدة عظيمة. الدعوة السلفية ترشد إليه وتوصي به، وكانت قد وضعته في الترتيب العلمي في القراءة. منه أبو سليمان الخطابي البستي، وابن رشيق القيرواني، وجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، مصري شافعي من بلدة أسيوط، وكان يعيش في المنيا الآن، كانت اسمها جزيرة الروضة، وله تأليف كثيرة جدا. ما ترك فنا إلا وألف فيه، ما في فن من الفنون ابدا الا والف فيه الامام السيوطي. ما شاء الله كان مزاجه رايق، يقعد على النيل في جزيره الروضه ويسهب في الحديث رحمه الله تعالى. وايضا انا وقفت معه لانه شافعي وشرح موطأ مالك. فهذا كله يدل على ماذا؟ يعني محمد بن الحسن الشيباني حنفي ويروي الموطأ، جلال الدين السيوطي شافعي ويشرح الموطأ. كل هذا لبيان قيمة هذا الكتاب، وأيضا لبيان كيفية التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب للمذاهب. من أشهر الكتب في شرح الموطأ شرح الزرقاني على موطأ مالك اللي هو رقم 9. ده محمد بن عبد الباقي بن يوسف المتوفى سنة 1122، هو من المتأخرين، لكن شرحه يعد من أجود الشروح على موطأ مالك، وهو أشهر هذه الشروح في الأزمنة المتأخرة. بقي الكلام عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. قال هو الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي، صاحب الإمام أبي حنيفة، أصله من دمشق، من قرية يقال لها حرستا. روى عنه الإمام الشافعي وأبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني وهشام بن عبد الرزاق بن عبيد الرازي، كل هؤلاء رووا عن الإمام محمد بن الحسن. ولي القضاء بالرقة أيام الرشيد ثم عزله وقدم بغداد، فخرج مع الرشيد فمات بالري سنة 189 هجريا. قال النووي: ونظر في الرأي فغلب عليه وعرف به وتقدم فيه. الرأي يقصد به مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والموطأ مالك يعد من الكتب المتوسطة بين الأثر والرأي، لأنه ليس حديثا خالصا وليس اجتهاد بالرأي خالص، وإنما آثار كما ذكرنا، وأحيانا يذكر اجتهاده رحمه الله تعالى. روي عنه أنه قال: مات أبي وترك 30,000 من الدراهم، أنفقت 15,000 منها على النحو والشعر، و15,000 على الحديث والفقه. رجل ولد ثري فاستخدم ماله في طلب العلم رحمه الله تعالى. سمع ابن الحسن الموطأ من مالك في 3 سنين. قال الشافعي: قال محمد: أقمت على باب مالك 3 سنين وسمعت منه أكثر من 700 حديث، وكان إذا حدث أهل بلده بحديث مالك امتلأ منزله وكثر الناس حتى يضيق عليه الموضع، وكان يجلس في مسجد الكوفة وهو ابن 20 سنة. ومحمد بن الحسن قوي في مالك، يعني روايته عن مالك رواية قوية. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لينه النسائي وغيره من قبل حفظه. قال: وكان قويا في مالك، يعني إذا روى عن غير الإمام مالك ينظر في روايته، أما روايته عن مالك فهي رواية رواية موثقة قوية.